انا جيت. طيب زي ما اتفقنا معاكم في الفيديوهات ان احنا اي حاجه جديده هنشوفها هنجربها مع بعض. النهارده لقينا حاجه غريبه وجديده وما اعتقدش ان حد عملها قبل كده. خلينا نشوفها مع بعض. انا شايف ان هي اختراع غريب وجديد، معرفش بقى حلو ولا حادق، مش فاهم من نوعه ايه. ريس كيك، انا مش عارف يعني ايه كيكه رز، حاجه اول مره نسمع عنها او نشوفها او نجربها قبل كده. انا شايف ان هي فيها شويه اوبشنز كتير، يعني انا شايف ان هي تقريبا هيلسي، وشايف ان فيها يعني الكالوري بتاعها قليل جدا. الكيس ده كله فيه 30 كالوري. طبعا دي حاجه حلوه جدا لبتوع الجيم بقى وبتوع الرياضيين وبيعملوا دايت وبتاع. فدي هنجربها مع بعض ونشوفه، اتمنى تكون حلوه وما تخيبش ظني. انا شايف ان انا جبت منها 5 اطعمه. ده طعم تفاح وقرفه، وده طعم جبنه متبله، وده طعم كريمه البصل، الطعم اللي بحبه ده، وده طعم ملح الهيمالايا. تقريبا ملح الهيمالايا ده برضك بيستخدموه للناس اللي بتحاول تحافظ على مستوى الاملاح في الجسم، فبيستخدموا ملح الهيمالايا، فبرضه صحي جدا. هنا كاتبين ان هو بالطماطم. فخلينا نجربهم واحد واحد مع بعض ونشوفه. انا مستبشر بيهم خير، بس اتمنى كيكه الرز دي تعجبني، حاجه اول مره اجربها. يلا بينا نجربهم واحد واحد مع بعض ونشوفوا ايه الدنيا فيهم. طبعا خلينا نجربوا الحاجه الحادقه الاول، ملح الهيمالايا نجربوه، بعد كده نجرب اخر حاجه كيكه التفاح دوت اللي هو تفاح وقرفه. فهنجربه الاول ملح الهيمالايا، اول مره اجربه، اول مره اشوفه اصلا. يلا بينا نفتحه مع بعض شوفوا ايه ده. هو ريحته رز فعلا، بصوا الشكل عامل ازاي. بصوا هو الكيس فيه 5 قطع، سعر الكيس ده 10 جنيه كده. انا مش عارف طعمه هيبقى عامل ازاي بصراحه، انا متحمس جدا ان اجربه معاكم. بسم الله. هو طعمها رز مطحون فعلا، طحين يعني، كانه فعلا دي رز، لكن الطعم غريب، في ميكس غريب كده. طعم الملح باين سيكا مش مالحه. فانا شايف ان يعني مش عارف صراحه، مش عارف طعمها، تحسه فعلا ان هي هيلسي، يعني حاجه هيلسي. واعتقد ان هي مشبعه جدا لان فيها نسبه الياف عاليه. هي ريحتها رز فعلا، وطعم الدقيق بتاعها دي رز فعلا. طيب خلينا نجرب طعم تاني، يمكن يكون فيه حاجه مختلفه. ده ملح عادي خالص، فتقريبا ده اللي هتبقى الحاجه الكلاسيك العاديه. خلينا نجرب طعم تاني. ده طعم الجبنه المتبله. اعتقد طعم الجبنه المتبله بقى هيبقى فيه حاجه مختلفه، يعني خلينا برضك نجربه الطعم ده مع بعض. انا مش عارف هيبقى نظام، ريحه الجبنه باينه فيه. هي برضك نفس الشكل، هي اكنز شويه، بس طبعا باين طعم التوابل، شكل التوابل فيها باين زي ما انتم شايفين شكل التوابل. بسم الله. هو تجربه جديده وحلوه. انا شايف الناس الهيلثي ده هيفيدهم جدا، مشبع يعني. القطمه منه تحس ان هي بتشد كده وطعمها حلو. طعم التوابل بتاعته حلو قوي بصراحه، طعمها جميل. هم كاتبين ان هو خالي من الالوان الصناعيه وخالي من المواد الحافظه. هو مستخدم هيلثي في هيلثي، فممتاز جدا. بالمناسبه ده مصري 100%. لا فانا شايف بصراحه ان هو نتيجته حلوه جدا، حلو جدا. جربوه يا جماعه. خلينا نجرب طعم تاني. ده كان طعم الجبنه المتبله. خلينا نجرب طعم تاني. ده كريمه البصل. تخيل بقى طعم كريمه البصل هيبقى ايه في الحاجه زي ديت. كده رز، تجربه غريبه الصراحه يعني. ايه ده، ده قوي. بصوا كده. ده اعتقد ان هو هيبقى مقرمش اكتر من التانيين. التانيين كنت حاسس ان هو هاشش شويه، ده مقرمش اكتر تقريبا. ايه ده انا حاسس بقى ان هو مدي على ذره فشار. هو فعلا ذره فشار، سوري. هو كاتبين ان هو كورن كيكس، كورن. ده ذره مبشور، ذره مطحون. دي ذره ده، بس الذره باين فيه، يعني شايفين كده لو باين في الكاميرا، في الذره باين كانه مستوي، يعني كانه فشار. طعمه لذيذ، وزي ما انا قلت ينفع جدا مع الناس الرياضيين والناس اللي بتعمل دايت. حلو قوي، وسعراته الحراريه قليله، فممتاز جدا بصراحه. حلو ده، بجربوه. هيا نخش على الطعم الرابع. ده طعم الطماطم. هما كاتبين ايه؟ طماطم بالتوابل. فهنشوفها مع بعض دلوقتي الطماطم بالتوابل طعمها ايه. ريحه الطماطم مش باين قوي. ده عامل زي اول واحد، ده ليه رز برضه. بسم الله. طعم الطماطم مش واضح فيه خالص صراحه، بس هو طعمه مملح شويه يعني. طعمه لذيذ، تحس ان هو هيلسي قوي بقى، اللي هو ما فيهوش اي حاجه، حتى الاملاح فيه قليله.
هو مملح بس، ما بيعملش اي حاجه تانية. طب تمام، ده كان اخر طعم في الاطعمه الحادقه. احنا جايبين بقى طعم واحد الحلو، لان مفيش واحد ملناش غيره، هو طعم الوحيد الحلو. خلينا نجربوه مع بعض. ويلا بنجرب بقى ايه؟ قرفه التفاح. قرفه التفاح شكل من بره شكله رائع. اوف، ريحه القرفه قويه قوي، جامده. بصوا كده، حتى عليه شكل قرفه، ده عليه قرفه من بره اصلا. بسم الله. لو قررتوا تجربوا حاجه زي دي وانتوا ما بتحبوش القرفه، في اوعوا تقربوا منه، لانه طعم القرفه فيه قوي جدا جدا. بس هو ينفع سناك حلو زي ما انا قلت في اللي قبل منه، ان هو ينفع سناك حلو جدا للناس اللي بتعمل دايت او رياضيين او حاجه زي كده. حلو قوي، طعمه لذيذ للناس اللي بتحب القرفه. انا بحب القرفه عادي، طعم تفاح باين فيها. لكن لو ما بتحبش القرفه اوعى تقرب من المنتج ده نهائي، لان طعم القرفه باين فيه قوي. دي كانت تجربه منتج غريب احنا اول مره نعرفه واول مره نشوفه. تمام، وانا شايف ان هو كمنتج ينفع للدايت والرجيم والحاجات ديت والرياضه كويس جدا. تمام، لكن مش اي حد هيحبه. ده سعره 10 جنيه الكيس، بس في منهم نوع واحد بس كان ب 14، انا مش عارف عنه بصراحه. ف انا شايف التجربه بالنسبه لي انا كانت حلوه، لان انا بفكر ابدا دايت قريب، وده احتمال يحرمنا من شويه حاجات في الفيديوهات الجايه، بس هنحاول نظبطها مع بعض. لكن ده كمنتج للرياضيين او الناس اللي بتلعب فيتنس او بتعمل دايت او اي حاجه من دي، ممتاز ممتاز ممتاز. والسناكس في نص الاكل حلو جدا، او بين الوجبات حلو قوي. فانا اعتقد ان ده هينفع معاكم لو انتوا بتعملوا كده. الاطعمه دي حلوه حلوه، لكن مش مستحبه للناس العاديه. يعني اي حد عادي مش هيحب الاطعمه دي بشكل عادي. لكن لو زي ما انا قلت ان انتوا رياضيين او اي حاجه من الناس اللي بتعمل دايت، ده هينفعهم قوي. طب ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، وزي ما انتم شايفين كده جربنا المنتجات دي. ده كان منتج غريب وجديد، وزي ما احنا اتفقنا مع بعض ان اي حاجه نشوفها جديده هنجربها مع بعض. ودي كانت تجربتنا النهارده. قولي تحت في الكومنتات تحبوا نجربوا ايه تاني، واللي عنده افكار جديده حابب يقولها لنا يا ريت يكون بيشجعنا بيها. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان اي حاجه جديده هتنزل تكون انتوا اول ناس بتشوفها. واشوفكم في فيديو جديد. واحب اقول لكم في نهايه الفيديو ايه؟ سلام.